السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أيوة، اللوز اللي انت شايفاه قدامك ده لوز حرفيا تحفة تحفة. وما تقلبيش الفيديو علشان انت هتعرفي معايا تركاية حلوة قوي سهلة ولذيذة. لا هي بيكنج باودر ولا هي نشا ولا هي كربوناتو ولا حتى هي الألوان طعام، لكن في سر حلو قوي هتعرفيه يخلي لون الفول معاكي تحفه بالشكل اللي انت شايفاه ده. لونه وردي كده، لونه مائل للاورنج، تحفه تحفه تحفه. وتودعي خالص الفول المغمق او الفول الاسمر. هنا معايا ربع كيلو من الفول الفلاحي بتاعك، الكميه اللي انت تختاريها او تحبيها. نقي الفوله البيضه الكبيره، ما تحاوليش تنقي الفوله الصغيره، نقي الفوله المليانه. وطبعا هاتيه واغسليه كويس جدا ونقعيه، وما تقلقيش خالص من النقع بتاعه، القشره بتاعته لا هتفصل ولا اي حاجه. ومعايا معلقه واحده من العدس الاصفر، جبتها وغسلتها وصفيتها كويس. وكمان نص كوبايه من الفول المدشش. هنا في معايا بليله، وانتي حابه تستخدميها استخدميها، لو مش حابه خلاص انا ما استخدمتهاش. ولو هتستخدميها قللي نسبه الفول المدشش. هنا بقى الفول بتاعي بعد ما كنت غسلاه ونقعاه ومصفياه تمام، ببص فيه لو لقيت فيه قشره فيها حته سودا او حاجه هتقدري تشيليها بكل سهوله، انت بتعملي حاجه لنفسك ولبيتك. هنا بقى جبت الحله بتاعتي، وعشان ما عنديش فواله وابتديت احط الفول والمكونات اللي عندي بالترتيب. حاولي تخلي العدس بتاعك في النص علشان خاطر لما تضيفي الميه ما يطلعش ويبقى عايم على الوش. هنا ضفت فول الاول وبعدين شويه من الفول المدشش والعدس، وهكذا تدريجيا. وكنت محضره جنبي ميه سخنه جدا او ميه بتغلي، ومعايا نص طماطمايه. انا هحط نص طماطمايه بس عشان التركايه اللي قلنا عليها اللي هتدينا لون حلو وكمان طعم تحفه. هنا بقى ضفت الميه السخنه، وطبعا الفول بنسويه على نار هاديه جدا، ولو زودناه ميه بنزوده ميه تكون مغليه. مبدئيا انا حطيت الكميه بتاعتي، ودي ودي حركه عملتها فهي ريحتني كتير جدا. حطي الكميه بتاعتك في حاجه اكبر منها شويه علشان يبقى في براح الحاجه تستوي كويس. ما تضطريش تزودي ميه كل شويه، وتبقى الحاجه ايه زي ما نقول ايه بتاخد راحتها واحده واحده. هنا حطيته على نار هاديه جدا شمعه، لو عندك سخان هيكون خير وبركه، ما عندكيش اعملي زي حطيه على نار هاديه جدا شمعه، حرفيا شمعه. وغطيه، وطبعا لازم نسيب الباب بتاعه ايه موارب كده. وهنا كنت اول لما الفول بتاعي بيعمل رغوه او ريم او كده طبعا بشيله على طول وبرميه، علشان خاطر ده مع التسويه بيغمق اللون كتير. انا عشان بشيل الرغوه الطماطميه هنا استوت وعطت ميه الفول لون شويه. بصوا اهي، اي رغوه او اي وش كده باخده اشيله. فين التركايه اللي قلتي عليها؟ التركايه في الكيس دوت او في اي معلقه صلصه موجوده عندك في البيت. السر في معلقه الصلصه، لون وطعم حكايه. لا ضفت كربوناتو ولا ضفت بيكنج باودر ولا ضفت خل ولا ضفت ليمون ولا حتى لون طعام، انا ضفت معلقه صلصه بس، خلت اللون الفول بتاعي لونه تحفه جدا. قعد يوم واثنين وثلاثه واسبوع في التلاجة، لا اسود ولا اتغير لونه. وهتشوفوه معايا، تابعوا لاخر الفيديو علشان تتاكدوا من الطريقه دي. الطريقه دي مش افتكاسه جديده، هي طريقه ستي وستك، بس دلوقتي الفول بقى ليه طرق كتير جدا. ضيفيله بصل، ضيفيله توم، ضيفيله خل، ضيفيله ليمون. اللي احنا بنشتريه من بره مش مضاف ليه اي حاجه من دي، ولا حتى بيضيفوا له لون. السر عندهم في معلقه نشا والصلصه. يلا بينا هنا بقى، ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب علشان الفول القمر بتاعي الفول المتدمس خلاص استوى وبقى تمام التمام. شايفين اللون قدامكم عامل ازاي؟ كمان الكاميرا ظلمه لون الفول. الحبايه بتاعتي استوت واخدت من لون الفول بعد ما ضفت الصلصه. هبدا هنا، بصوا بجرب لكم الفول زبده 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 زبده، حرفيا زبده. انا مرضتش، ما بحبش ليه طريقه البصل والثوم. انت هنا الفول عندك متدمس عادي بالطريقه العاديه بتاعت ستي وستك، هاتي بقى انت شكليه زي ما انت عايزه، زبده وكريمه وفلفل اسود وملح. تعملي له دقه بصل طماطم وثوم وفلفل بصل، وتعملي له تخديعه زيت وليمون، زيت زيتون يا سيدي، زيت حار، شكلي ونوعي زي ما انت عايزه. انما البصل مش هيبقى معاكي حلو في كل الاحوال، وكل واحد ليه طريقته اللي هو حاببها. هنا بجرب الفول معاكم، بصوا سخن طبعا نار، انا اتلسعت كذا واحده مره وانا بجربه لكم، بس انا عشان اوريه لكم. احنا الشويه دول بنشتريهم تقريبا من 5 ل 6 جنيه. لا الموضوع ده كله اتكلف 10 جنيه. ب10 جنيه اعملي كده ايه شويه محترمين وحطيهم عندك في التلاجة، كل ما تحبي او يهف عليكي طلعي الكيس. ما كنتش بقتنع بالفول ان احطه في الفريزر، لكن بعد الطريقه دي او بعد ما انت عملتيه في البيت اضمني ان انت تحطيه في التلاجة ويبقى تمام التمام. هنا بقى رشيت ايه عشان اجربه معاكم كده وادوقه معاكم، رشه ملح ورشه كمون وشويه من الزيت وعصره ليمون وكمان معلقه من الطحينه. ويلا بقى ايه، اديله
اغرف وكل يلا. طعمه تحفة جدا، لذيذ قوي 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 قوي. الفيديو لسه مخلص، استني هوريكي الفول في اليوم التاني وانا برضو بوضبه. كان تحفة تحفة، لونه زي ما هو، لا غمق ولا حاجة. قلتلك كام تركاية تعمليها. اولا معلقة الصلصة ونص الطماطماية. ثانيا حطي الفول في حاجة كبيرة علشان ما تضطريش تزوديه كل شوية. تالت حاجة ودي مهمة قوي قوي قوي، الرغاوي اللي بتكون على الوش حاولي دايما ان انت تشيليها علشان خاطر ما تغمقش اللون معاكي. هنا بقى الفول بتاعي ده كان تاني يوم. قمنا تاني يوم كده وضبنا طبق فول محترم برضو بالزيت والخل والكمون، بالزيت والليمون، بالزيت والكمون. وكلي احلى طبق فول بالف هنا وشفا. وهنا طبعا الكميه اللي اتبقت عندي عبيتها وحطيتها في الفريزر، تحفه جدا. قعدت يوم واثنين وثلاثه واربعه، تمام جدا. الكيس اللي بيطلع كانك لسه عاملاه حالا، بياخد 10 دقائق ربع ساعه ويفك، وبيبقى تحفه جدا جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون عند حسن ظنكم، وبحبكم في الله. اتمنى منكم تشجيع وتعليق حلو، وشكرا على تعليقاتكم الجميله على فيديو مريم. بحبكم في الله. وعايزه منكم دعوه حلوه، ودي ما كانتش افتكاسه ولا اي حاجه، وقلت لكم على 3 تريكات. بحبكم.